أفادت مصادر ليبية بوصول وحدات كبيرة من الجيش الوطني حول العاصمة طرابلس استعدادا لدخولها وطرد ميليشيات ما تعرف بعملية فجر ليبيا. القوة العسكرية حتغير المعادلة بالقوة العسكرية، حيواجهوا بقوة السلاح، حيخرجوا من طرابلس بقوة السلاح. سلاح الجيش. أين الجيش؟ الجيش الموجود حاليا على المشارف طرابلس حيتحرك عليهم. برا خش النار، جاباتك امك وقمطاتك وسمت عليك برا، فوت البوابه غادي واشبه، بس مش البوابه غير خش تلعبها، اعفس عفس بس فتلعب وشوف شنو يصير لك. ستتواجد الحكومة بإذن الله في عاصمة الدولة الليبية طرابلس. يا كلب يا سرسري يا معفن يا ساقط يا حقير، لا يمكن تحلموا بها حتى الحلم. سواء سلما أو حربا ستعود الحكومة إلى عاصمة الدولة. وين تحلم؟ وين ما دونها ما منصك. وين والله لو جندت لو جيت زحفا، لو كل ما عندك من دبش جبته وحطيته ما تحلمش بهذه. هذا محال فين بمين الوطن ما يفرطوا فيه ولا يخونوه بكل ما تعنيه الكلمة. حيتم إخراجهم من طرابلس، لا يمكن يبقوا في طرابلس، لا يمكن تبقى العاصمة. والله ما يقدروا يخشوها. والله لو يصير شي يصير ردوا بالكم، ما يضحكوش عليكم، ما يودروش اولادكم. راي نار حمراء، جمر. ليش تودروا في اولادكم؟ 390 شخص ما بين معارك البارح واليوم يريحوا من اولادكم. ليش؟ هناك خطة اليوم لدخول طرابلس، لإعادة طرابلس إلى الدولة. بكل تأكيد هناك خطة حتوضع لإخراجهم من طرابلس بما تعنيه الكلمة. كذاب لعنة الله عليك، كذاب.